صباح الفل، انا احمد مصطفى ودي فقره انبوكسنج. ايه هو الانبوكسنج؟ انبوكسنج هي الفقره اللي انا بقيم لك فيها اللعيبه، مميزاتهم، مهاراتهم، وكمان عيوبهم. ويلا بينا نبدا. احمد مصطفى السيد زيزو اسم بقاله كذا سنه مرتبط بفكره الجناح المتكامل في الكره المصريه، لاعب بيظهر في اللقطات الحاسمه ويصنع ويسجل. لكن السؤال هنا، هل زيزو فعلا واحد من احسن الاجنحه في الدوري ولا الموضوع فيه تهويل؟ هل هو لعيب بريميوم ولا مجرد بوكس شكله مغري من بره لكن محتواه عادي؟ خلينا نعمل انبوكسنج ونكتشف الحقيقه. احمد السيد زيزو مش مجرد لاعب ظهر فجاه، رحلته بدات من اوروبا وتحديدا مع اكاديميه ليرسن البلجيكي، وهنا بدا يطور من نفسه لحد ما انضم للفريق الاول في سنة 2013 وشارك معاهم في 38 ماتش، سجل فيهم 4 تجوان وصنع 3، وده وهو لسه صغير. بس بعد كده انتقل لناسيونال ماديرا البرتغالي سنة 2016، لكن التجربة دي ما طولتش لأنه لعب معاهم 9 ماتشات بس من غير أي مساهمات هجومية، لأن ساعتها كان بيلعب في مركز 8 لو تفتكروا. في 2017 انضم لنادي موريارينسي البرتغالي، ودي كانت اول تجربة حقيقية ليه في الدوري، لان هنا ابتدى يلعب نسبيا. هنا لعب 45 ماتش، سجل هدفين وصنع 3. بدأ يظهر كجناح عنده التزام دفاعي كبير جدا، لكنه هجوميا ما كانش لعيب فارق، وده خلى التجربة الأوروبية بتاعته تنتهي من هنا، عشان في 2019 الزمالك يقرر يضمه، ومن هنا ابتدت حكاية مختلفة تماما. مع الزمالك زيزو دخل في مرحلة تانية، ارقامه بقت اقوى بكتير وسهماته زادت، وتحول من لعيب كان مجرد بيلعب في اي نادي في اوروبا لنجم اساسي في منتخب مصر. لعب اكتر من 200 ماتش، سجل اكتر من 50 جون وصنع برضو اكتر من 50 جون. كمان لعيب متخصص في ضربات الجزاء، خلته ماركة مسجلة، اهم لعيب ساهم في تتويجات الزمالك بالدوري والكاس والسوبر. لكن السؤال هنا، هل التجربة الأوروبية دي تخليه لاعب أجنبي بمعايير الدوري المصري؟ هل المستويات اللي كان بيقدمها دي تخليه يستحق عقد 2 مليون دولار، يعني 100 مليون جنيه مصري، و اللي عوم الجنيه؟ هل هو فعلا موهبة استثنائية تبرر الرقم ده كله، ولا المبلغ ضخم على لعيب محلي مهما كانت إمكانياته؟ خلينا نكمل unboxing ونكتشف الحقيقة. ولما نقول زيزو، اول حاجه تيجي في بالك هي العرضيات بالمقاس، قد ايه الراجل متمكن منها وعارف يرفعها احسن من اي حد في مصر. تقريبا الكرة بتطلع من رجله كانها مرسومه، ودي بصراحه اكتر حاجه بتميزه واكبر سلاح عنده. لكن السؤال هنا، هل الميزه دي لوحدها تستاهل 100 مليون؟ شاركني رايك. ومن العرضيات هنروح للمهارات. زيزو بيتميز بخفة على الكرة ولمسة جميلة بتخلي تحركاته ملفتة، لعيب فعاليته بتخليه وهو داخل على المدافعين يكونوا حاسين بالخطر ومتوترين، اي غلطة منهم هو هيستغلها فورا. بس عنده مشكلة في المهارات دي وهنتكلم عنها في جزء العيوب. من اهم مميزات زيزو هي سرعته الرهيبة، واللي بتخليه واحد من اخطر اللعيبة في التحولات الهجومية. لما بياخد مساحة بيجري بالكرة وكأنه سباق 100 متر، وبيصعب على اي مدافع ان هو يلحقه. السرعة دي مش بس في الجري لكن كمان في اتخاذ القرار، بيقدر يحدد هيعمل ايه بسرعة، سواء هيعدي سواء هيرفع عرضية او هيشوط، وده بيخليه كابوس لأي مدافع بيتساب معاه. بس هل السرعة دي لوحدها كفاية؟ وهل بيستخدمها دايما بالشكل الأمثل؟ خلونا نكمل ونشوف. زيزو عنده مرونة تكتيكية رهيبة، أي مدرب بيدربه بس براحة كبيرة لأنه يقدر يستخدمه في أكتر من مركز، من أول خط النص لحد الهجوم. وما شاء الله عنده قوة بدنية تخليه يدافع بكل طاقته، وده شيء المدربين بيعتمدوا عليه جدا، خصوصا في الفرق اللي بتحب تلعب بضغط عالي. ودي بالمناسبة اكتر حاجة كولر بيحبها في طاهر. فهل يا ترى هتمنى زيزو في الاهلي؟ هجاوبكم، بس قبل ما نوصل للنقطة دي تعالوا نذكر عيوب زيزو. لو هنتكلم عن عيوب زيزو فبصراحة العيوب دي مش كلها بسببه، لكن بسبب المنظومة اللي حواليه واللي بتمر بحالة عدم استقرار، وده انعكس بشكل واضح على مستواه في الفترة الأخيرة. لو ركزنا مع زيزو هنلاقي ان مهاراته ما اتغيرتش، لكن المشكلة في طريقة استخدامه للمهارات دي داخل الفريق. لما تحطه في ادوار مش مناسبة طبيعي هتلاقيه مش قادر ولا يعدي واحد على واحد زي الاول، وفعاليته على المرمى بقت اقل وماشي في كيرف تنازلي. قلة تركيزه كمان بقت واضحة جدا، وده خلى كتير من جمهور الزمالك يكلموا بصوت عالي ويقولوا 100 مليون ايه اللي بالمستوى ده. وهنا بقى يجي السؤال، هل زيزو بيستحمل الضغط؟ الحقيقة انه كأي لاعب مصري اصيل اديله دعم هيديك عينيه، مش هيتمرقع عليك، لكن لو قلبت عليه ما تضمنش رد فعله ومستواه هيكون عامل ازاي. وبكده اكون وضحت لك اهم عيوب زيزو في المرحله الحاليه. فانت شاركني رايك،
لو وصلت لحد هنا من الفيديو وقول لي هل فعلا زيزو يستاهل. بصراحة انا شايف ان الاهلي قدامه فرصة كبيرة انه يحقق كل اللي بيتمناه، خصوصا انه فعلا محتاج حد في الجناح اليمين زي كده، وانت عندك 2 مهاجمين هيموتوا على ان حد يرفع لهم عرضية واحدة حلوة، وسام وجراديشار. فطبعا اتمنى زيزو في الاهلي، وده اللي يخليني دلوقتي الخص لك الحلقة كلها واقول لك هو زيزو بجد بالونة؟ لا، زيزو مش بالونة، بالعكس هو ده الوضع اللي يستاهله، لانه حاليا هو النجم الاوحد في نادي الزمالك. وبكل احترافية انت لو ما جددتش لزيزو بأيا يكن، فانت مش بس بتشتري لعيب سوبر، انت بتشتري انك ما تزودش الغريم التقليدي بتاعك بأسلحة زي بن شرقي وإمام عاشور. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان نفضل مكملين بدعمكم، واستناني في الحلقة الجاية من برنامج انبوكسنج. سلام، ويا رب تخشوا الجنة.